أهلا بكم في نشرة AI لأبرز أخبار الذكاء الاصطناعي. حذر خبراء من خطورة اعتماد المتقدمين للوظائف في كتابة سيرهم الذاتية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي الذي تسهل عملية اكتشافه بعباراته المتكررة وأخطائه الإملائية وقوالبه الجامدة. توصلت دراسة حديثة إلى تحديد معايير تمييز هوية المتكلم الريبورت في مواقع التواصل الاجتماعي التي تكمن في سرعة الإجابة والإكثار من استخدام العبارات القديمة والمألوفة والردود التي تفتقر إلى الفكاهة والعاطفة. حجبت السلطات الأمريكية خاصية استخدام الصوت المقلد بتقنية الذكاء الاصطناعي بعدما سجلت العديد من حوادث النصب والاحتيال وتعمد الإساءة إلى كرامة الموتى وابتزاز ذويهم ماليا. طور موقع عربي AI مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة للغة العربية التي تستخدم في كتابة المحتوى الإبداعي وكتابة المقالات وتحسين الصور وإزالة الخلفيات وتحسين نقاء الصوت ودقة الفيديو والترجمة. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. دمتم بخير.